صبحكم بالخير. شيروا لي هذا الفيديو لعند سمير متيني، بدي أقول له هالكلمتين. امبارح طلعت بالفيديوهات عم بتحرض وتحكي وحامل علم كردستان وعلم الكراد اللي هو علمنا اللي نحن بنفتخر فيه، مثل ما بنفتخر بالعلم السوري، مثل ما بنفتخر بالعلم الخمس حدود. بس بدي أسألك سؤال، انت قاعد تحكي وتحكي وتحكي وانه هاي حكومة داعش وجاية تقتل وجاية تذبح وجاية ونحن عملنا مع العرب والعرب قلبوا علينا والعرب. أنا بدي أسألك سؤال، امبارح شفنا حقل العمر وقبله حقل الجفرة، تكلفة استخراج النفط تقريبا $0. وين راحت هالثروات؟ يعني نحن شفنا الجيش بس تقدم والعشاير وفاتوا على دير الزور ولا الرقة، فيش فيها شيء جديد. يعني لسه على أيام النظام السابق كانت متطورة. يعني انتوا صاركم 14 سنة عم تسرقوا النفط وتسرقوا الغاز وتسرقوا القمح والقطن، لك ثروات هاي كانت تقوم بسوريا كلها، وانتوا جغرافيا هلقت قدكم وسكانيا هلقت فيش العالم 3/4 كانت هربانة وتاركتكم. وين رحتوا بهالثروات؟ وين؟ يعني أنا كنت متوقع بس يفوت الجيش على الرقة أو على دير الزور نشوف أبراج، نشوف شوارع، نشوف فيش شيء. لك حتى حقول النفط عم يتكب، عم بنسرق، وين راحوا المصاري؟ يعني أنا بدي أسألك يا سمير متيني، عم تحكي وتحكي على حكومة دمشق، بس وين هالخيرات؟ صارلكم 14 سنة عم تسرقوا بهالنفط، وين راحت الثروات؟ رحتوا بنيتوا أربيل ونسيتوا تبنوا دير الزور وتبنوا الرقة. أصلا هم لو بنوا دير الزور والرقة وشافوا العالم العرب أمان هنيك ما كانوش وقفوا مع حكومة دمشق، كانوا عايشين بكرامة ومستوى معيشي يعني لازم يكون أكثر من دبي. المصاري اللي عم تجيكم أكثر من دبي، انتوا صرتوا تسرقوها. كان ساعتها شو بدهم بحكومة دمشق؟ انتوا لو كنتوا عم تدفعوا وتوزعوا الثروات كانوا كيفوا الشعب معكم وكانوا قاموا اصلا ضد حكومة دمشق، بس كنتوا عم تسرقوا. انا بدي اسألك وين راحوا الثروات؟ لك ليش ما بنيتوا 14 سنة وانتوا سارقينها للرقة ودير الزور والحسكة؟ لك وين الثروات اللي لك تغني السعودية؟ معقول ولسه قاعد عم بتدافع على حرامية لك بنوها لإربيل، كلياتهم هربوا مصرياتهم لبرا، لك فيش واحد منهم عمل مشروع بسوريا. عشو عم بتدافع انت على الغلط؟ بالعكس، بكره سنتين زمان شوف شلون بدها تصير دير الزور والرقة والحسكة.